تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضراتكم، هي كانت رايحة تكشف على الولد في المستشفى وبتقطع تذكرة، والطفل فجأة ما لقيتوش. قعدنا ندور عليه من هنا لهنا ونسأل بأفراد الأمن اللي قدام المستشفى، ونسأل الجماعة بتوع الخدمات التوصيل بتاعة الدليفري اللي هي في مستشفى اللي قدام مستشفى الجامعة ومستشفى الأطفال وكده. مساء الخير متابعينا الكرام، نرحب بكم في لايف جديد وتغطيتنا المستمرة من داخل محافظة الدهلية، وتحديدا احنا الآن متواجدين في قرية ميتو الكرم التابعة لمركز طلخة. لقاء النهارده من اللقاءات الجميلة والمبهجة واللي هتثبت للجميع ان الخير في أمة محمد إلى يوم الدين. الطفل الملاك البريء اللي تم غيابه عن أهله للأسف الشديد ظهر الحمد لله مع واحد كان بيحاول ان هو يوصل اهله ويرجع السكينه والطمانينه. النهارده معانا الاب اللي هيسرد لنا ازاي تم رجوع ابنه لحضنه تاني. بنحمد ربنا وبنشكر فضل الشباب والاخوات المسلمين اللي هم ما قصروش بصراحه، وقعدوا يدوروا معانا ويدلونا على الخير. وقعدنا ندور ونسال بصراحه، قالوا لنا احنا لقينا الطفل مع شاب عنده كشك هناك في صندوق. والحمد لله هو الراجل يعني حتى ما رحت عشان اجيبه قال لي انت مش ابوه. حصل مشاجره بيني وبينه وقعدنا نزعق وكده. قال لي مش احكي لي اللي حصل بالظبط. اللي احكي لك اللي حصل بالظبط، انا قعدت ادور من الصبح لغايه بعد العصر. ابن حضرتك كان فين وكان مع مين؟ كان مع والدته وهي راحت تكشف عليه. لما بتكشف عليه من بتقطع تذكره وجت تدور ما لقيتش الطفل. ما لقيتش الطفل. ما لقيتش الطفل. كانت راحه، كان عنده عاده كشف في الوقت قعدت ده؟ كشف في مستشفى الاطفال وكان سخونيه وما بياكلش بقاله كام يوم وما بصراحه يعني وجينا عشان ندور على الطفل مش لاقيينه. اسرد لي اللي حصل بالظبط. ما انا بسال حضرتك، انا سالت بتوع افراد الامن وقلت لهم راجعوا الكاميرات بتاعه المستشفى. قال لي لازم تجيب لي محضر من النيابه وجيب لي تعمل لي محضر في اسم اول وتيجي عشان انت تشوف الكاميرات. مش هنقدر نعملها الا بامر المدير، ولازم تروح تعمل محضر في اسم اول وكده. عبرنا عن خوفك في الوقت ده. زعلت بصراحه، وفي نفس الوقت انا كأب في نفس الوقت كنت زعلان جدا وبدور وانا منهار وزعلان، وفي نفس الوقت انا حزين بصراحه، حزين وزعلت في نفسيتي قوي. والحمد لله بفضل الله ربنا وقف لنا الاخ سنبل اللي هو في صندوق، وحصل بينا مشاجره بينا وبين بعض وكده. في ظل الظروف اللي بتمر بيها الدولة، ممكن حد يستغل الفرصة دي ان هو كان ممكن ياخد ابن حضرتك ويشغله مثلا في حاجة كتسول او ياخد منه حاجة من اعضائه. ما كنتش اتوقع بحاجه زي كده او ما اعرف حاجه زي كده بصراحه يعني. عبرنا عن فرحتك بقى يعني لما انا فرحان مبسوط، ومن ساعتها وانا بصلي وبشكر يعني بشكر ربنا والحمد لله وبحمد ربنا وبشكر ربنا شكر كبير، وبشكر لحضراتكم اللي انتوا يعني ساعدتوني ووقفتوا جنبي، واشكر الاخ سنبل. هو حتى حصل مشاجره بينه وبينه، بس هو كان بصراحه متاكد اللي هو ابني سلمه لي، والناس وقفت جنبي بصراحه ورحبوا بيا في اهل صندوق ووقفوا معايا وقفه رجوله. بس انا كنت منهار وخلاص ما كانش عندي امل. انا قلت اتخطف بصراحه يعني، عشان كان في طفل قبل منه اتخطف والست كانت امه برضك منهاره وكده. وقعدوا النهارده ادور عليه برضك. بتنصح الناس اللي عندها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ان هم يتعاملوا معاه ازاي؟ يتعاملوا معاه بلطف وحنان ويودوه يهتموا بيه. الاطفال دي الاذكياء كلمه الاذكياء، واطفال كويسه جدا. احنا يعني هم المفروض يهتموا بالطفل ده، يدوه جلسات تخاطب وتنميه مهاراته. والطفل ده عاوز يلعب وعاوز يخرج. هو الحرمان بتاعه اللي هو خرج عاوز يلعب زي الاطفال بصراحه يعني. هو محروم، عاوز يلعب ويتحرك ويمشي ومش قادر يعني في نفس الوقت اللي هو يتحبس. ما الطفل برضك عاوز يطلع الرغبه او يطلع الطاقه اللي عنده. في نفس الوقت هو مش عاوز يتحبس. قال لك بقى انا لقيت عربيه قمت اركب فيها بقى. تنصح كل ام وكل اب عندهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ان يكون التعامل بينهم ازاي؟ انا والله الاب والام يعني انا بنصح الاب برضك يخلي بالكم من ابنه، والام يعني تنتبه على ابنها عشان ابنها ده يعني الطفل ده انا النهارده يعني حرمان ابن النهارده. انا كنت يعني في حاله صعبه قوي، وكنت زعلان ومنهار. وفي نفس الوقت الحمد لله ربنا يعني فرحني ورجع لي ابني بالسلامه. بس انا بنصح كل ام تحافظ على ابنها
وتعامله كويس، وتشوف طلباته ايه، وتشوف ايه اللي بيضايقه او اي حاجه بتزعله ما بتعملهاش يعني. تمام.